صباح الخير للجميع. طبعا الحكي مش زي الشوف، تراي فلاي ستاي. رايحين اليوم على نافليو، التيكتس جاهزين ذكرنا، وعندنا هنا الخارطة عشان نلففكم لفة. رح نضل في نافليو من الساعة 9:30 صباحا، رح نطلع من أثينا ورح نوصل هناك بعد ساعتين تقريبا. رح نبقى حتى تمام الساعة 8:30 مساء. يعني يوم حيكون حافل، يوم خرافي، وتعالوا معنا على نافليو. وصلنا إلى مدينة نافليو. مدينة نافليو مدينة مليئة بالحضارة والتاريخ، وأيضا مليئة بالكثير من السلالم. خلينا نشوف كم درجة اليوم راح نمشي. How many stairs we gonna climb. نافليو كانت هي العاصمة الأولى لليونان بعد الاستقلال. يعني لو كانت اليوم هذه العاصمة ممكن حيكون عندها حساب انستغرام ضخم جدا. خلينا نشوف ونستمتع بمدينة نافليو. طبعا اليوم راح نعد 999 درجة. هذا الدرجة اللي هون عبارة عن 999 درجة. أنا شخصيا تعبت تعبت قبل ما أبدأ. كل درجة نصعدها بيختلف الفيو، بيختلف المنظر، وبتحس حالك في مكان كليا مختلف. الدرجة المعمول هو عبارة عن 999 درجة. تخيل طلعنا الآن عبارة عن 5 درجات. شوف الاختلاف في الفيو. مدينة رائعة جدا، إنها نافليو الجميلة. إنها نافليو الجميلة. بعد كل هالدرجة اللي طلعناه أكيد لازمها استراحة، لازمها حاجة تكون فريش وصحية. خلينا نكمل. باقي لنا 999 درجة. شو طلعنا منهم؟ طلعنا منهم 100، باقي 800. درايف فلاي ستي، والحكي مش زي الشوف. يا جماعة الخير، حقعد روحوا جيبوا 700 درجة اللي بقيوا وبستناكم. واو. تقريبا صرنا 400 درجة، 450، 500. بطلت عد. امتى هنخلص؟ مش مهم، المهم كيف بدك ترجع. إنها نافليو جميلة. طبعا مع كل درجة بتصعدها في مفاجأة، في حاجة مختلفة، وفي مكان تستكشفه مليء بالحكايات، مليء بالأماكن اللي التاريخ لو بيعيش وبيحكي كان بيحكي لنا عنها قصص لا تعد ولا تحصى. وصلنا إلى القمة. المناظر هنا مذهلة وجميلة، ولكنها مرتفعة جدا، فلنبتعد عن الحافة.
اسمها قلعة بالاميدي، 999 درجة. تمام والكمال. خلينا نستكشف القلعة مع بعض، واتمنى لكم ما تطلعوا كل هالدرج لانه جدا مرهق. بالشفاء. عايشك. من قمة قلعة باليميدي في نافيو. هذه القلعة علشان توصلها لازم تطلع 999 درجة. الوضع اللي وصلت له مش طبيعي. طبعا لازم اخذ استراحة من الرياضة لمدة اسبوع، لانه هذه الرياضة اللي عملتها اليوم تكفي عن شهر. باليميدي نافيو تستحق الزيارة. بقمة هذه القلعة في عدد كبير من هذه الغرف اللي كلها مصممة من نفس الحجم نفس الشكل. الغرف ممكن تكون كانت لتخزين السلاح، لتخزين المونة. قاعدين نستنى في صف طويل عريض عشان ندخل على سجن كولوكوترونيس. كولوكوترونيس هو عبارة عن قائد يوناني حارب الأتراك من أجل التحرير، وبالآخر هم حبسوه. قصته قصة. كان الدخول مجاني في قلعة بالاميدي، واستغلينا الفرصة وتجولنا فيها ودخلنا على أماكن جدا مميزة. سجن كولوكوتروني من أقدم السجون وقصته جدا معروفة، ابحثوا عنها. اليوم رح ندخل معكم الآن في الداخل عشان نفرجيكم كيف هو من جوا. واو، الرطوبة مش طبيعية طبعا هون يا جماعة الخير. الغرفة جدا يعني تخيل الكآبة اللي تدخلها، تخيل الإنسان اللي كان عايش فيها لمدة شهور ولا سنوات. لا إله إلا الله. فكتفيني تباركالو. طبعا هون من داخل غرفة كولوكوتروني في سجن كولوكوتروني في قلعة بالاميدي في نافيو. غرفة تاريخية، قصتها قصة وحكايتها حكاية. القلعة كيف بنوها؟ مين البني آدم اللي بنى هالقلعة؟ فكر يبني القلعة، تعب بالتفكير، فما بالك في اللي بنى القلعة.
سور من أسوار القلعة، اللي هذا السور يطل على البحر، وكان هنا في اللي هو المدافع أو فوهات المدافع اللي كانت تنحط من هون عشان يضربوا أي سفينة تقترب من هالقلعة المحصنة. يعني لازم تكون خارق متفجر، لازم تكون يعني سوبرمان عشان تطلع 999 درجة، ويكون عندك القوة بعد هيك انك انت تحارب. بعد ما وصلنا للقمة لازم ننزل، وهذه أحلى شعور بالدنيا، انك انت توصل للقمة وتحصد نتائج تعبك. يا جماعة الخير، الطلعة والله ما هي صعبة. أصعب إشي بالدنيا إنك تنزل كل هالدرجات، 999 درجة، بتنزل توصل لمرحلة خلال بعد 200 درجة من النزول، توصل لمرحلة إنه رجليك يرجفوا، الكل نازل كأنه معاق. أنا بقول مالهم وأنا طالع. لا عرفت ليش. إنها نافليو الجميلة، إنها قلعة بالاميدي الجميلة. بعد ما تسلقنا 999 درجة في قلعة بالاميدي وشفنا سجن كولوكوتروني، راح نتجول في أسواق وزقاق مدينة نافليو. مدينة قديمة رائعة جدا، تحكي لك عن التاريخ، تحكي لك عن أول عاصمة لليونان بعد الاستقلال. حطينا البرنامج، حطينا رقم القياس. خليك لحية تصوريها وغالي. خليك تصوريها. بالتركي مكتوب. طبعا على زمن الحكم التركي في اليونان اللي كان ماء سبيل، هنا اهملوها وكيف شايفين اصبحت خرابه. مكتوب عليها باللغه طبعا بالاحرف العربيه، الكلمه الوحيده اللي قدرت افهمها اللي هي سبيل او حوض. حوض رسول الله. جميل على فكره. هنا ساحة السدلجمة، مكان رائع لالتقاط صورة مثالية للإنستغرام أو لهلا فيك. إحنا الآن طبعا في المدينة القديمة، شوارعها مرصوفة بالحصى، مليئة بالذكريات ومليئة بالزقاق أو بالأزقة. إن شاء الله مواضيع لأن أنا بالاتجاهات بالمرة. الحكي مش زي الشوف. جاهزين للماكلة، جاهزين للأكل. Nel ne tenía escales, ¿ah? Ne mi kjesh. إيه تاني بريد الكلام.
Το θέμα είναι γερνώντας είναι το θέμα. Το πετέβασμα είναι. Ναι. Αλλά είσαι νέος, εσύ δεν έχεις θέμα. Τα πόδια μου άρχισαν να χορεύονται μόνοι τους. Γεια σας. Να είσαι καλά. Φύτα Ιουνανία, Greek salad. طبعا هون عبارة عن مخلل سمك مخلل معمول بالخل وبالليمون. طعم يا جماعة الخير. تمت العملية بنجاح. تم المسح والكسح والتنظيف. طبعا وصل الحكي الرسمي. الحكي مش زي الشوف. بعد السمك بدأ كيف تحلاية. بعد 999 درجة. هذه آخر درجة. على فكرة باهي. خليهم يجيبوه. قديش تعطي الماكلة من 10؟ اوكي طبعا السلطة سلطة بدهاش 10 من 10. اكسيداتو، هذا الاكسيداتو اللي هو طبعا بالعربي تعرفوا شوية يا جماعة الخير، هو عبارة عن مخلل سمك بالخل والليمون. هذا بالنسبة لي 10 على 10. السمك المشوي نعطيه 9.5 عشان ما كانش منظف منيح. وبالنسبة للحلو اللي كان على حساب المحل بنعطيه 8 من 10 لأن الكمية صغيرة، قلت لهم جيبوه ما جابوهوش. أكل كان مجنن 10 على 10 وكل شيء تمام التمام. Το πρόγραμμα είναι λοιπόν μισή ώρα, κάθε μισή ώρα θα μπορείτε να βγείτε, σε μισή ώρα θα μπορείτε να βγείτε. Κάθεστε και όλη την υπόλοιπη μέρα μέχρι τις 8 παρατέταρτο θα κλείσουν. Όποιο καραβάκι βρείτε απέναντι, περνάτε. Δεν χρειάζεται, εισιτήριο είναι απόδειξη αυτό. Το καραβάκι είναι ένας, δεν υπάρχει. Όποιο βρείτε έρχεται. Να είσαι καλά. عليك والله أريح. بعد ما عملنا جولة رائعة في المكان في مدينة نافليو، الآن ناخذ القارب وبطريقنا إلى جزيرة بورزي أو بورزي. هي جزيرة صغيرة وممكن تكون أصغر جزيرة، فيها متحف، مكان جميل رائع جدا. راح نروح نزوره وبنأكد لكم إنها نافليو الجميلة والحكي مش زي الشوف. درايف فلاي ستي. طبعا الآن في القارب في طريقنا إلى جزيرة بورزي أو بورزي، وإن شاء الله ما نوقع في المي لأني أنا ما بعرفش أسبح بالمرة. Είναι μια χαρά. Μην ανησυχείς καθόλου. الجزيرة رح نقعد فيها نص ساعة عشان نستكشفها مع بعض إن شاء الله. مع بعض.
المتحف اللي فيها اليوم متحف مفتوح مجاني برضه، والله؟ بوبلاش. احنا بنحب البوبلاش. على قولة اهلنا في تونس بوبلاش. البوبلاش بيجنن، اللي ببلاش كثر منه بالفلسطيني احنا بنقول. تمام، يلا تعالوا معنا نستكشف المتحف التاريخي لجزيرة بورزي. غبرة تاريخ. هذه بيت الأميرة، ما بعرف شو يعني أميرة، أمين الأميرة. أني أميرة فينا. طبعا جزيرة بورزي يا جماعة الخير هي جزيرة كانت تستخدم للدفاعات البحرية عن مدينة نافليو. جزيرة جدا رائعة مميزة، تحس فيها انك انت تكون في وسط البحر في هذا المكان الجميل، يعني شعور لا يوصف. حتى عام 1940 كانت تستخدم كفندق سياحي لشهر العسل وللناس اللي بيكونوا يعني جايين يكيفوا وينبسطوا. كيف احنا عملنا لكم الصورة اللي نزلناه قبل شوي، الفيديو اللي شفتوه قبل شوي اللي هو من احد الصور اللي كانت في احد الاميرات اللي بيحكوا عنها. ولحد الان ريحه الغرفه حلوه لانه برشوا العطر، مش لانه الاميره تركت عطرها فيها. تمام. واخر شيء بدي احكي لكم اياه انه هذه الجزيره اليوم بيتم استخدامها فقط لاستضافه المهرجانات الثقافيه والاحداث الثقافيه. فتخيل ان يكون عندك مهرجان ثقافي، احتفال ثقافي داخل كل هذا الجمال. انها جزيره بورزي الجميله. طبعا جزيرة بورزي الجميلة هذه كانت أيام زمان تستخدم من أجل الدفاعات البحرية والدفاع عن مدينة نافليو. كيف احنا شايفين هون، هذا أحد المدافع اللي كان يتم استخدامها لإطلاق القذائف على السفن المعادية اللي كانت تحاول تهجم على أمريكا. واحد 6/78. اليوم يوم الدرج يا جماعة الخير، طلعنا درج اليوم بما فيه الكفاية للعمر كله. اليوم يوم الدرج. عشان طويل، احنا كلنا طوال، عشان هيك حطولنا هذا. احنا الطوال، ماشي، احنا الطوال حطولنا هذا. طبعا هذا من الاخبار المبنيه في عام 1936 لما بورزي after the war restoration by Panayotic Kosturus and Wolf Schaffer، وطبعا مع شراكة معهد ألماني استخدم المعارض الأثرية. هذه حجم الجزيرة كاملة، هذا حجم الجزيرة كاملة، عبارة عن يعني مبنى قلعة واحدة فقط هي تشبه السفينة، وهي هذه عبارة عن جزيرة كاملة. هذه هي الجزيرة، تلفها ب5 دقائق يعني، نص ساعة بيجي قارب. احنا ضيعنا القارب اللي جينا فيه، رح نستنى القارب اللي بعده اللي رح يجي بعد 20 دقيقة بالضبط. هيك رجع القارب عشان ياخذنا ويرجعنا على مدينة نافليو. رحلة دقائق معدودة بتوصلنا على المدينة. والآن ناخذكم على أقدم محل الآيس كريم في نافليو، أو حتى يمكن في اليونان، لأنه هذا المحل
من الألف و الألف وكم؟ ايه؟ Kalau bersas, baru enak anak, kena kesana awal kini. هناك. الميكروب ايه بس. اخترنا واحد كستنة وواحد اناناس. لنشوف. بقول لك هذا الايس كريم هنا يعني افضل ايس كريم في اليونان. خلينا نجربه. كستنة. زيو يعني كأنه. ليه برازي؟ اليوم خلينا نجربه طبعا. اخذنا جيفسي الطعم فراولة مع تيراميسو. واو على فكرة تحسه هاند ميد، تحسه انه ايس كريم مش عادي. برضه درج في حد موصيكم عليه اليوم. طبعا هذا محفور داخل الجبل. اشي رائع جدا. بقول لك اوتيل هون. احنا رح ناخذ الاسانسير بما انه المصعد واحد انه ثلاث، هم اثنين خربانين وواحد شغال. شيء رائع جدا بجنن. راح ناخذ الشغال فيهم. تطلع من الاسانسير تارك الاوتيل وراك. نابليا بالاس. طبعا هنا جزيرة بورزي. إنها نابليو الجميلة. الجو جميل جدا والمكان رائع، مليء بالحيوية، مليء بالمغامرة، مليء بالجغرافيا، بالتاريخ، مليء بالحضارة، بالثقافة، مليء بكل شيء. بيعطيك شعور بالحياة. جدا المكان جميل، جميل التقاط الصور، لكن مع روعة هذا المكان أنا دائما بنسى في كل مكان زي هيك، بنسى إني كيف أصور. ففعليا الواحد بينسى يصور لأنه بيعيش التجربة، بيعيش حياته. لأنه عن جد في حوالينا جمال، طبيعة، في حوالينا خلقة الرب الذي جل جلاله لا إله إلا هو. سبحان الله على هذا الجمال. أهلا وسهلا فيكم في نافليو الحكيم زي الشوف، وفي قناتكم درايف فلاي ستاي. اشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، وتعليق بسيط من وين بتتابعونا، وراح نرد عليكم على تعليقكم. محلى النزول، محلى الشعور، محلى الراحة. واو. من هون طلع هناك 999 درجة طلعناهم و999 درجة نزلناهم. يعني نتكلم عن 2000 درجة طلوع ونزول إلا درجتين، يعني 1998 درجة. طبعا هذا المكان تصور فيه فيلم اسمه شوكليت، فيلم كوري، ممكن تبحثوا عنه. بالضبط هذا المكان كان الممثل أو الممثلة الكورية كانت موجودة هون. ننزل مكانهم ونعيش هناك. إنها نابليو الجميلة. حان وقت التسوق. خلونا نروح عشان نشتري لنا تذكار من مدينة نابليو ليكون عنا لا نتذكر هالمدينة الجميلة.
الدرج. كمان هون في درج. واخيرا وصلنا ورجعنا على اثينا. بتمنى لكم مشاهدة ممتعة لهالرحلة اللي انا استمتعت جدا فيها. بتمنى تستمتعوا انتم ايضا بهالصور اللي صورنا لكم اياها. تصبحوا على خير.